بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أصلي على كل أنبياء الدين صلاة وسلاما عدد كمال الله وكما يليق بكمالاته. وبعد، أولا أقول للمصريين كل عام وأنتم بخير. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات أهو رمضان عمال يفر وعمالين نعده بالساعات فطبعا كتب علينا الصيام والقيام كما كتب على الذين من قبلنا وهم النصارى، ويتوافق صيام النصارى مع صيام المسلمين في شهر كريم، فكل عام وكل المصريين بخير. وهذه آية ربنا قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يعني معنى ذلك إن ربنا بيقول خليكوا كده، والعبادة لله. كل سنة وكل مصر وكل العالم بخير، وربنا يهدي الجميع. وحديثي اليوم مع الأطفال والشباب الصغير أو الكبير. لابد للكل أن يعلم أن هناك ثلاثة أشياء تأتي بالعدوى أو المرض أو الفيروسات أو السرطانات. الكربون اللي العيال بيعملوه ده ويفرقع، ده دخانه بيجيب سرطان. كل واحد حر بقى، انت عايز تموت نفسك اضرب، بس حرام عليك لما تشمم اختك او واحد معدي وتجيب له المرض من غير ما تحس. دي حرام، وحرام عليك نفسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لبدنك عليك حق، وربنا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. الطفل بقى اللي هيعمل الحاجات دي بيبقى فرحان كده، أنت حر بسيرك، هتتشكشك بالحقن وما إلى ذلك، والله أعلم، يا تعيش يا تموت. الثانية البلية اللي بيلعبوه ده، عيل بيبقى عامل في مناخيره، عيل ماسك الدنيا عمال كده ويحطها في بقه، وانت تيجي عنده برد ولا عنده مش عارف ايه ومبلولي وتحدفها في الارض، في اللي تافف في الارض، وفي كلب شاخخ ولا قطه ووساخه بقى، والبيل يتحدف فيها وترجع تكسبها وتاخدها. هنا نقلت العدوى لكم ولبعضكم. وساعات من الهيافي بيسخنوا على بيلي بالرغم انها ايه عدوى. الحاجة التالتة الورق الكوتشينة بقى، بيشتروا ورق كده ويقعدوا يلعبوا ملك ده بقى ايه كام ورق ويلحس وايه ويعمل في الورق. طب ما هو جايز يكون عنده عدوى او عنده انفلونزا او عنده غير ذلك او عنده كورونا. ما هو يبقى انت الاطفال اللي ما يبعدوش عن هذه الالعاب، في العاب كتيره تانية. سيبكم من ديت كل واحد ينصح ولاده، وكل عيل يسمعني او طفل يسمعني لابد ان يحافظ على نفسه من الامراض واللي مش عارف الايه. طيب انت حر في مرضك، بس انما تفرقع بتاع كده اللي هو ده، والدخان بتاعه بيجيب سرطان، وانا معدي او اي واحد معدي او واحد تعبان ويشم ده يبقى جاله المرض من غير ايه، يبقى ربنا هيحاسبك على ذلك. والطفل اللي يصمم انه يعمل الحاجات دي كده ويعمل، اقول له انت حر، بس خلي بالك انت كده ايه، بتقتل نفسك، بتنتحر. اهلا وسهلا بالحاج هيثم الجيار، كل الف سنه وانت طيب يا ولدي.
فعايزين نبعد في لعب كتير، في كوره، في مش عارف ايه كده، اي نعم، انما نبعد عن الايه الثلاث العاب دول عشان تحفظ نفسك من المرض، وتحفظ نفسك من العي، وتحفظ نفسك من اخذ الحقن ومن اخذ وتبقى ايه، حتى اللي مش هيموت ومن كتر الحقن والحاجات دي هيعيش، بس هيعيش ايه مسلول وعصايه متعاصى لحمه، يبقى ما فيش لا صحه ولا ايه. وكل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله في الأيام اللي جاية دي كل يوم نصيحة. وكل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وانت طيب، وربنا يبارك لمن حضرني أو سيحضرني أو سيشاهدني أو يسمع مني. وطبعا أنا بكلم غالبية الأطفال تلامذتي، ليا تلامذة كتير برضه. وكل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله بقى كده منتظرين الفطار. نعم، خلي بالكم ان الصيام صحة. شوف بقى، معدة شغالة طول السنة وتيجي ايه، ايوه، معدتنا فيها دود، لما بتصوم الدود بياكل بعضه، وتيجي تاكل لا مؤاخذة بينزل مع البراز، يعني دي صحة. انما حتى انك كابس المعدة يبقى بتربي الدود، وما ادتش فرصة ان الدود ياكل بعضه من معدتك وينزل. وربنا الايه المطلع والمحاسب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.